السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم قريشلات او قرص بطريقة سهلة وسريعة بلا دليك. كيجيو البنات رائعين جدا، كيجيو كما كتشوفوا قطنيين. بقاو معايا لاخر فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديالهم. كناخذ هنا اناء ضفتي واحد الكاس تاع الحليب يكون دافئ، كاس تاع الماء ايضا حتى هو يكون دافئ. من بعد كنضيف كاس تاع السكر او سنيده. هنا غناخد ايضا هنايا فاني، ساشي تاع فاني بالنكهه ديال البرتقال. اللي ما متوفرش عليها دير غير فاني عاديه. هنا هاد البنات هاد النكهه ديال البرتقال كتعطي البريوش واحد المذاق اللي رائع جدا. من بعد كنضيف قبيصه ديال الملح، كنضيف ايضا هنا 2 معالق ديال الخميره الفوريه. هنا مع الحال البارد البنات كندير 2 معالق، الا كان الحال سخون نكتفيو غير بملعقه واحده. كنضيف ايضا هنايا كاس تاع فينو، اللي ايضا اللي ما متوفرش على فينو يقدر يعاودو بالسميده رقيقه اللي كنديرو في البغرير. هنايا من بعد غادي نغطي الخليط ديالو، غادي نخليه يرتاح لي واحد 5 ديال الدقائق فقط، غير باش تفاعل لي ديك الخميره مع العناصر الاخرى. من بعد كنضيف هنايا كاس تاع الزيت، غادي نضيف ايضا هنا حبه تاع بيضه واحده. من بعد كناخد هنايا الدقيق وغنبدا هنايا نضيف فيه حتى تبان لينا العجينه ديالنا تجمعت. هنا ما نحاول ما تجيناش قاصحه وما تجيناش ايضا تكون جاريه بزاف. هنا تقريبا خدا ليا شي نص كيلو تاع الدقيق اللي خدا ليا هاد البريوش او القريشلات. صافي انا غنبقى على هاد الطريقه حتى نجمع العجينه ديالي. من بعد كناخد هنا واحد 2 معالق كبار تاع الجلجلان وملعقه كبيره تاع النافع. صافي غادي نخلطها مع العجينه ديالي هنايا حتى تجانس لينا. من بعد ما جمعنا العجينه كما كتلاحظوا راه ما كتجيناش كتلصق وما كتجيش ايضا قاصحه. هنا ضفت لها واحد القطيره ديال الزيت وغادي نخلي العجينه ترتاح لي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ما خمر لينا هنايا العجينه، انا هنا البنات راه كنسخن الفران. من بعد كنطفي عليه كنخشي هاد العجينه ديالي هنا دغيا كتساعدني باش تختمر لي دغيا وما تاخذش هي وقت بزاف. صافي هنايا من بعد ما كما قلت لكم اختمرت، هنا غنبدا نشكل فيها على شكل كويرات يكونوا صغيورين البنات. انا هنا كيعجبني يكونوا صغيورين حيت باقي غادي يتنفخوا لينا في الفران. وهنا دائما هنا كيبقى على حسب الذوق، اللي بغاوهم يديروهم كبار متوسطين دائما تيبقى لكم الاختيار. صافي انا غنبقى على هذه الطريقه حتى نكمل هاد العجينه اللي عندي. من بعد كنبقى نضغط عليهم باصابع على هذا الشكل، نحاولوا نهبطهم غير شويه ماشي بزاف. هنايا ايضا غادي نديرهم يختمروا ليا مره اخرى. هنا من بعد ما اختمروا هنا كناخذ هنايا البيض اللي ضفت ليه واحد القطرات تاع الخل، تقدروا ديروا نسكافي او الحليب لكم الاختيار. هنايا غنبدا ندهن في هاد القريشلات ديالي على هذا الشكل.
من بعد غادي ندير لهم هنايا الزنجلان نديرهم من الفوق. هنايا التزيين تيبقى اختيار، تقدروا ديروا هنايا السكر، تقدروا ديروا لي زئيفيلي، كيبقى لكم الاختيار. هنايا كنكون هنا مسخنه الفران من قبل على درجه حراره 180. ضروري ما تيكون الفران سخون مزيان باش القريشلات ديالكم يجيو منفوخين. هنايا كما قلت لكم غادي نشعل الفران على درجه حراره 180 حتى يتحمروا لنا من تحت، من بعد نحمرهم شويه من الفوق. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم اللي كيجيو البنات كما كتلاحظوا، كيجيو قطنيين خفاف وكيجيو هشاش، وايضا بساط في التحضير ديالهم ساهلين كما كتلاحظوا، ما فيهمش مقادير بزاف. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، نتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.